السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم طاجين ديال بالدجاج رائع عندي في داري في الطبيعة. هانتوما كتشوفوا المقادير ها هما. دونك عندنا نشوفوا نبداو بالمقادير. بسم الله على بركة الله. هانتوما كتشوفوا معايا كيف ما في الصورة. عندي شوية ديال السكنجبير، شوية ديال الخرقوم، شوية الملحة، الزيت، شوية ديال الثومة، شوية ديال الخرقوم البلدي، عندي القزبور، البصلة، مطيشة، الدجاج، وعندي خيزو مع بطاطا. هذا اللي كاين. دونك نبداو كناخدو الزيت بعد ما كنكونو سخنا الطاجين مزيان فوق الفخار. دونك دابا غادي ناخدو الدجاج ولا البصلة. نبداو بالبصلة حسن. نبداو بالبصلة حسن. فوالا كاين اللي كيقلي الدجاج هو الاول كيجي تا هو رائع بحال محمر، كيحمرو مزيان ومن بعد عاد كيضيف البصلة. دونك حنا كنبداو بالبصلة نضيفو على الزيت. شوفوا هادو باغيين ينطحروا، هاد المساخيط هادو. شوف باغيين البصلة كيتسطاو على البصلة. عرفتي اش كيديروا؟ فين ما تمو البصلة كيجيو يضرماو فحال ما هكا، ما عارفينش بلي الطاجين سخون. شوف هانتا شوف قباحين هادو داصرين. هيا غتعطيهم شوية الماكلة اللي هي في اتساع هكا يخليونا نخدمو طرونكيل. دونك هنايا زدنا الدجاج كيف ما كتشوفوا معايا. هاد الدجاج ها هما راجعين تاني يا لطيفة، هما راجعين تاني. هما باغيين يسبقوا ياكلوا لينا الطاجين قبل ما ندوقو حنايا، ما يمكنش هادشي. دونك حنا كنشوفوا دابا. دونك درنا الدجاج. دابا نبداو في العطرية. دونك غناخدو الملحة، شوية ديال الثومة نضيفوهم دابا بشوية. دونك درنا الثومة على هاد الشكل هذا. دونك طاجين عادي اللي كتستعملو اي عائله كتشوفو كيستعملوا الطاجين التسلاوي كيجي رائع. وهذا الطاجين اللي كيديروا جميع العائلات في ديورهم في الغداء ولا في العشاء. نبارطاجي معكم انا البساطه. دونك هنا بعد ما درنا الملحه والثومه غادي نديرو شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكنجبير، باردون سمحوا ليا، شويه ديال السكنجبير باش ما نتلفكمش. هادو راه ما باغينش يمشيو باغيين ينطحروا. يا ربي يا ربي. دونك درنا سكنجبير نتوما كتشوفوا معايا. دابا غادي نديرو شويه ديال البصار. ها هو شفتوا البصار الكحل. درنا شويش ماشي بزاف، كلها والذوق ديالو على حسب الذوق. كاين اللي كيبغي التوابل يديرهم، كاين اللي ما كيبغيش يدير غير القياس. دونك انا غنديرو الخرقوم البلدي. ها هو تا هو القياس. خرقوم البلدي فحال ما هكا. ومن بعد غادي نديرو شويه ديال القزبور والمعدنوس. نديرو غير شويه وشويه، غنخليوه للتزيين حتى الاخر. نتوما كتشوفوا معايا درنا غير القياس نص خلاتو حتى الاخر في التالي وديرو ديك الساعات. دونك دابا غادي نحاولوا نقليو هادشي، نحاولوا نحركو باش الطاجين يدخلوا القوام هكا. دونك ها الطاجين ها هو كيدخلوا القوام. دونك انت كتشوف كنحركو فيه، ياك غنبقاو نحركو فيه بحال ما هكا حتى يدخلوا القوام مزيان. الريحه زوينه، عاطيه ريحه غزاله. دونك بعد ما خلينا الدجاج يتشحر. شوفوا معايا هاد المنظر بغيت نشاركو معاكم، ما كرهتكمش تكونوا معايا هنايا وتاكلوه معايا. هانتوما شوفوا ولكن حقكم المشاهدين غنخلي لكم حقكم، ما تخافوش. دونك شوفوا معايا هنايا. شفتوا المنظر شحال زوين في الطبيعه. هاد الطاجين كيطيب في الطبيعه، نقدروا نقولوا انه طاجين ديال الدجاج في الطبيعه، طيب في الطبيعه. شفتوه رائع رائع. دابا غادي بعد ما نقلينا مزيان، شوفوا معايا حنا كنقليو مزيان. دونك تقلى الحمد لله. ها نتوما كتشوفوا معايا صافي. هذا الوليد عندي فرحان كيلعب مع الدجاج. دونك هاد الدجاجات ها هما نوريهم لكم حتى هما. شوفوهم معايا بعد ما عطيناهم شويه ديال القمح في اتساع، بعيد على الطاجين هكا ما يحرقوش راسهم. عطيناهم ياكلوا هنا في اتساع. خلينا الطاجين يطيب على خاطرو بعد ما تحمر لينا الدجاج مزيان فحال ما هكا. نتوما كتشوفوا دابا غادي نبداو تنضيفو الخضره اللي عندنا. نتوما شوفوا معايا.
كيبان ليا خاصو مازال يتشحر شوية على داك الجنب، دونك هنا غادي نزيدو البصلة. أنا البصلة كتعجبني إلا درتولها كاع في الطواجن ديالي كنفضل البصلة تكون من التحت، لأنه علاش ما كتخليش لينا اللحم أولا الدجاج يتحرقو، دونك هادي مزية زوينة، لأنه كاينة اللي كتسبق اللحم أولا الدجاج كيتحرق ومن بعد كتعطي واحد المذاق خايب في الطاجين ديالها، غتقول علاش مالوش فيه هاد الريحة، دونك الريحة راه كتجي من الحرق ديال اللحم أولا الدجاج، إلا سبقتي البصلة واخا كتحرق كتعطي واحد المذاق رائع في الطاجين. دونك هنا كنزيدو خيزو كيفما كتشوفو معايا، ها هو ضفناه، من بعد ضفنا الخيزو ها هو، دابا غادي نضيفو البطاطا ديالنا حتى هي بحال كيفما العادة، ها هي البطاطا ديالنا ضفناها حتى هي يعني بطريقة عادية كيفما جميع العيالات تبارك الله كيصاوبو الطويجنات ديالهم في الدار. الطاجين هذا ديال الدجاج ديال الناس البسطاء، يعني الناس العاديين البسطاء اللي عايشين في البادية واللي كياكلوا ماكلة عادية، هي هادي نتوما كتشوفوا معايا. دونك بعد ما درنا هكا غادي نضيف أنا بالنسبة ليا في طويجناتي كيعجبني ندير الزيتون وندير شوية ديال الفلفلة حارة وندير شوية المصير، نتوما كيبقى ليكم الذوق هذاك الذوق ديالكم نتوما، أما أنا غنضيفو دابا هي غتجيبوا ليا غتجيب ليا المصير وغتجيب ليا الزيتون وغتجيب ليا هذا الفلفلة الحارة، يعني كيعجبني في الطاجين كيجي رائع. دونك هنايا على بطاطا ضفنا مطيشة ودرنا داك شوية ديال القزبر والمعدنوس كيفما كتشوفوا معايا. دابا غادي تشوفوا غادي نضيفوا شوية ديال الزيتون مع شوية ديال الفلفلة وشوية ديال المصير، هي مشات جابتو ها هو شوفوه معايا. دابا غادي نضيفو على الطاجين ديالي باش يعطي واحد البنة رائعة. خليكم معايا هانتوما شفتوا درنا شوية الزيتون ودابا غادي نديرو الفليفلات ومن بعد نزيدو طريفات المصير باش الطاجين ديالنا يجي رائع ويجي المذاق ديالو هائل، لانه هادشي هو اللي كيعزز الطاجين والمذاق ديالو. خليكم معايا صافي. ودابا هانتوما كتشوفوا معايا ملي كملنا درنا ديك الفلفله مع داك المصير درنا شويه الماء مرقنا على حساب الذوق، اللي ما بغاش راه ممكن يعني مطيشه والخضره تطلق الماء، بغيتو ديروا شويه الماء ديروا شويه، انا درت شويه ديال الماء. ايوا صافي هانتوما راه الطاجين ها هو طاب جبناه للطبله. ايوا بالصحه والراحه هادشي اللي غنقول لكم وشكرا على المتابعه ديالكم.